الفيلم بيبدأ مع بطلنا الولد أسوكا وهو بيتكلم مع العصافير بتاعته، وجده الملك خلاص على وشك إنه يسيب القرية ويمشي. أسوكا بياخد سيف جده، بس الراجل العجوز بيحذره إن السيف ده ملعون وخطير جدا، واللي بيمسكه ما بيرحمش حد وبيقتل أي حد يقف في طريقه، ومش بيفرق بين حبيب وعدو، وعشان كده قام رماه في البحيرة عشان محدش يستخدمه تاني. أسوكا استنى جده لحد ما مشي وغار من المكان، وقام نزل غطس في البحيرة ورا السيف لحد ما لقاه. كان فرحان بيه جدا وبدأ يتدرب عليه، بس فجأة السيف طار من ايده بغل وقتل العصافير بتاعته. افتكر كلام جده ان السيف ده جاي من قوة شريرة، بس كبر دماغه ومهتمش واحتفظ بيه برضه. بتعدي السنين والمملكة بتاعتهم بتكبر وتتوسع، وبنشوف أسوكا بعد ما كبر وبقى شاب ولسه محتفظ بنفس السيف بيتحط في موقف مواجهة مع جيش مملكة تانية، وقائد الجيش بتاعه بيقول له استنى اخوك لما يوصل بالدعم والتعزيزات، بس أسوكا رفض وقرر يهجم عليهم لوحده رغم عددهم المرعب. استخدم حيل وخدع ذكية عشان يضلل الجيش لحد ما قضى على نصهم. رجالة العدو طلبوا الاستسلام، ولما أسوكا رايح يقابل قائد العدو عشان يقبل الاستسلام، القائد حاول يغدر بيه ويضربه في ظهره، بس بطلنا لمح اللعبة وقام ساحب سلاحه وقضى على القائد ورجالته واحد ورا التاني لحد ما كسب الحرب ورجع المملكة وهو منتصر. وابوه الملك كان فخور بيه جدا وقدم له الخاتم بتاعه كنوع من التكريم، بس مرات ابوه الحرباية دخلت في الخط وقالت للملك يهدى شوية، وبنعرف ان الملك متجوز 2، ودي تبقى ام سوسيما اخو أسوكا من الأب. سوسيما داخل نازل لوم في قائد الجيش لأنه بدأ الحرب وما استناش وصوله، وبيبان قد إيه سوسيما بيغل من أسوكا وبيكرهه وعايزه يموت عشان يقرط على العرش مكانه. وبما إن أسوكا كسب الحرب ورجع بطل شعبي، سوسيما أمر رجالته يقضوا على قائد الجيش، وكمان أجر شخص غريب عشان يغتال أسوكا. وفي الليل وبطلنا قاعد مستجم وبياخد دش في البحيرة وما معهوش أي سلاح، هجم عليه القاتل المأجور، بس أسوكا بلياقته اجري يمسكه ويكتفه وسأله مين اللي بعتك؟ وقبل ما الراجل ينطق بكلمة اتضرب بسهم موته في الحال. سوسيما بيبقى قاعد على العرش وسايق في أحلام اليقظة إنه بقى الملك، بس رجال بلغوه إن عملية الاغتيال فشلت. بطلنا بيروح لأمه دارما ويحكي لها على اللي حصل، فبتطلب منه يسيب المملكة فورا عشان يحمي نفسه، بس هو بيزوغ من السيرة ويقعد يهزر معاها. بعدها بيقابل أخوه اللي بيعمل فيها حبيب وصاحب، ويقول له إنه سمع إن في حد حاول يقتله، بس أسوكا فاهم دماغه وعارف إن أخوه عايزه يموت عشان يقرط على العرش مكانه. أسوكا بيروح يقعد على كرسي العرش بكل ثقة، فاخوه التاني من الأب بيزعق له ويقول له قوم من هنا، فأسوكا بيمسكه ويقول له لو عايز الكرسي ده تعالى واجهني بكرة قدام الناس كلها. تاني يوم الملك الأب بيلوم الأم وبيقول لها انت دلعتي أسوكا زيادة عن اللزوم لدرجة انه اتجرأ وقعد على العرش والملك لسه عايش. هنا بطلة بيفهم انه لازم يمشي من المملكة بمزاجه عشان محدش يقول عليه انه هرب وخاف. أمه بتبقى زعلانة جدا، فبيقوم قاصص خصلة من شعره كنوع من العهد ويقول لها انه ماشي، وفعلا بيسمع كلامها وبيسيب المكان. اخوه سوسيما اول ما بيعرف ان أسوكا مشي بيموت من الضحك ويفكر ان بطلنا خاف وجري. أسوكا بيوصل لوادي بعيد ومعزول عشان يعيش فيه، وبيقابل هناك قبيلة بيسألوه انت منين، فبيقول لهم انه مجرد مسافر عادي. بيقولوا له بس شكلك وهيئتك يدوا على امير، بس هو بينكر تماما. بياخد الحصان بتاعه بافان وبيروح قرية قريبة عشان يجيب اكل، بس الاكل ريحته كانت وحشة جدا لدرجة ان الحصان نفسه رفض ياكله. بطلنا بينام على الارض، وتاني يوم الصبح بيلمح كوراواكي بطلتنا الجميلة وهي بترقص او بتتدرب على القتال. بيبدأ يمشي وراها من غير ما تحس، وبيتفاجئ ان الخلخال بتاعها وقع على الارض. بياخده وبيحاول يقرب منها عشان يتعرف عليها، بس هي بتقول لها انها مش بتتكلم مع غرباء، وفجأة بتختفي من قدام عينيه. بيبدأ يدور عليها، فبتركب عليه وتهاجمه بعصاية وتطلب منه يقول اسمها وعائلته ايه. بطلنا مش عايز يكشف هويته الحقيقية كأمير، فبينفض لاسم عائلته وبيديها اسم الحصان بتاعه ويقول لها انا اسمي بافان. هي بتحذره وتقول له انا محاربة وممكن اقضي عليك في ثانية، بس هو بيبص لها بكل جرأة ويقول لها انه اصلا وقع في حبها، وبيرجع لها الخلخال بتاعها. ولما بيرجع القرية بيسمع ان في مكافأة مالية كبيرة للي يلاقي الامير آريا والاميرة كوراواكي، وهنا بيفهم اللعبة وعرف هي تطلع مين. بطلنا بيلمح الراجل اسمه فيرات قاعد بيلعب قمار وكاسب كل اللي حواليه، وفيرات بيقرر يتحدى الشاب الجديد اللي داخل عليهم. ولما بطلنا بيقول له انا اسمي بافان، فيرات بيموت من الضحك ويقعد يتريق عليه لانه ده اسم حصان. أسوكا دمه بيتحرق ومن غير كلام كتير بينزل فيه ضرب، وبيكون اول واحد في القرية كلها يقدر يكسره ويهزمه. فيرات بيحاول يقوم يكمل خناقة، بس مراته بتتدخل وبتسحبه بعيد عن بطلنا.
تاني يوم الصبح واحد من أهل المكان بيقول لأسوكا إنه لازم يشتغل عشان يقدر يقعد معاهم، فبيروح يحاول يحلب بقرة بس بيفشل، وفي وسط خطته بيلمح الخلخال بتاع كرواكي وهي كانت جاية متنكرة عشان تاخد لبن، فبيغلس عليها ويقول لها انت اللي بتطارديني وماشية ورايا. وفجأة بيكبس ناس من اللي بيدوروا عليها عشان يقبضوا عليها وياخدوا المكافأة، فتجري منهم وتحدف نفسها في البحيرة رغم إنها مش بتعرف تعوم. أسوكا بيصرخ ويقول لها إنه بيعرف يعوم وبيطير وراها في المية عشان ينقذها. أول ما بيطلعها بيقول لها إنه عرف اسمها الحقيقي وعرف إنها أميرة وهربانة. هي طبعا بتفتكر إنه طمعان في المكافأة المالية ومش عارفة إنه هو كمان أمير. وفجأة بيظهر المساعد بتاعها بايمة ومن غير تفاهم بيخبط أسوكا بحجر على دماغه عشان يحمي الأميرة وأخوها الصغير. بياخدوه معاهم للمخبأ بتاعهم، وبايمة بيسألها بغيظ ليه جبتيه هنا؟ فبترد عليه ده أنقذ حياتي. وبيبان إن بايمة هايت فيه الغل والغيرة من بطلنا. الأميرة بتقعد جنبه وتعتني بيه لحد ما يفوق. في نفس الوقت أخوها الصغير آريا بيقول مفزوع من كابوس عن عيلته اللي اتقتلت قدام عينيه. المشهد بيتنقل لمملكة كالينجا، وبنشوف رئيس الوزراء وهو بيقول لواحد من رجالته إن آريا هو اللي هيحكم في النهاية ويجيب حق أهله وينتقم ليهم. بالعودة لأسوكا بيفوق من الإغماء وبيحاول يعترف بحبه لكرواكي، بس أخوها الصغير آريا بيقطع الكلام. أسوكا بيقعد الولد في حضنه ويعرض يحكي له قصة عن أمير ساب مملكته وشاف أميرة في الغابة، وطبعا يقصد نفسه وهي. بايمة بيكبس عليهم ويقول إنهم ماشيين ورايحين لمملكة كالينجا، فأسوكا بيقول لهم وأنا كمان رايح نفس المكان. بايمة بيبص له بقرف ويقول له ما تعطلناش وما تمشيش ورانا، وبيسيبوه يمشوا. بطلنا بيرجع القرية وهو على آخره ومتنكد لأنها مشيت من غير ما تبص وراها حتى. بيلاقي فيرات قالب المكان رأسه هيصة وعامل نمرة وسط الناس، فأسوكا من خنقته بيروح يلطشه، ففيرات بيتحامق ويتحداه في خناقة مفتوحة. بطلنا حب يعجزه ويصعبها عليه، فقال له الخناقة دي هتبقى واحنا بعصوبين العينين. فيرات وافق وبدأ يضرب في الهوا بغشومية، وأسوكا عمال يتفاداه ويضحك عليه وسابه ومشي، والناس كلها قعدت تتريق على فيرات. تاني يوم كرواكي وأخوها بيشوفوا رجالة الملك وهم بيلموا أي عيل صغير في السن عشان يتأكدوا هو آريا ولا لأ عشان المكافأة. وهم بيحاولوا يهربوا في وسط الزحمة، أسوكا بيظهر لها ويقول لها كنت بتدوري عليا صح؟ فبتمشي وتسيبه بس عينيها عليه وبتلتفت وراها، وبطلنا بيفهم إنها وقعت في حبه خلاص. وهم مسافرين في الطريق بتكبس عليهم عصابة قطاع طرق، وبايمة بينزل يطحن فيهم عشان يحمي آريا وأخته، بس الأعداد بتكتر عليهم والكلاب بيحاصروهم. وفي آخر ثانية بطلنا أسوكا بيكبس في المعمعة بأسلوبه الأسطوري ونازل فيهم تقطيع. البنت وقفت مذهولة من قوته وهو بينقذ حياتها للمرة التانية. أسوكا بيروح معاهم بما إن ما عندوش حاجة تانية يعملها، وبايمة بيسأله أنت اتعلمت القتال فين؟ فأسوكا بيرد عليه ويقول له إنه مجرد عسكري في جيش مجدة. بايمة بيقول له إنه جنرال في الجيش وده معناه إنهم أعداء. بالعودة لرئيس الوزراء بنكتشف إنه هو اللي ورا قتل الملك، وبيطلب من المساعد بتاعه يقضي على الأمير آريا ويجيب السلسلة اللي في رقبته كدليل عشان يقدر يقعد على العرش مكانه. بنرجع لكرواكي وهي بتتمرن عشان تنتقم لعيلتها، فأسوكا بيبدأ يعلمها إزاي تتحكم في السلاح، وأثناء التدريب بيقرب منها بس هي بتبعد. بعدها بتقعد زعلانة لأنه مشي، وفجأة بتلمح حصان وتروح تدور عليه، وتلاقي القرية كلها بتحتفل وبتفرح لأن بطلنا رجع، وبتقعد تغني له عشان تصالحه. وبالليل بطلنا بيكمل لآريا باقي قصة الأمير اللي في الغابة. آريا بيسأله الأمير ده منين؟ فأسوكا بيقول له ملوش مملكة لأنها اتسرقت منه. آريا بيرد عليه احنا كده زي بعض لأن في حد قتل أهلي عشان الكرسي، وهنا بطلنا بيحس بالرابط بينهم. تاني يوم الصبح البنت بتبقى قاعدة لوحدها، فبيروح لها ويقول لها إنه بيحبها ومش يقدر يعيش من غيرها، وهي بتقول له نفس الكلام وبيحضنوا بعض. بايمة بيسألها كنت فين؟ فبتقول له كنت مع بافان. هي بتقول له إنه بيحبه، بس بايمة بيفكروا إنه مجرد عسكري وهي أميرة. هي بتزعق ليه وتقول له افتكر أنت بتكلم مين وتصده، فبيمسك إيديها ويطلب منها تفهم، بس هي بتقول له إنه وظيفته يحميها لأنها الأميرة. هنا بايمة بيفجر المفاجأة ويقول لها إنها مش بنت الملك الحقيقي، وحراس الملك لقوها على الشاطئ والملك تبناها. البنت تتصدم وتقعد تعيط من قهرتها. أسوكا بيلاقيها وبيتوقع إنها بتعيط عشان فرق المقامات بين عسكري وأميرة، بس هي بتقول له الحقيقة وإنها مش أميرة. بطلنا بيقول لها إن ده مش يغير حبه ليها، وبياخدها فورا عشان يعملوا طقوس الجواز، وبيبقوا قاعدين سوا في الغابة. بس فجأة بيوصل المساعد بتاع أسوكا من المملكة، فبطلنا بيوشوشه ويقول له مش تكشف هويتي إني أمير قدامهم. المساعد بيقول له إن أمه تعبانة جدا وعايزة تشوفه، فأسوكا بيروح لأمه ويقول لها إن أمه عيانة ولازم يمشي، وهي بتتفاجئ إنهم لسه متجوزين حالا، بس بيوعدها إنه هيرجع، وهي بتقول له إنها هتستناه. بيودعها ويرجع المملكة، وبيتفاجئ إن أمه سليمة وما فيهاش حاجة، وكل الحكاية إنها كانت وحشاه وعايزة تشوفه بس. بطلنا بيقول لأمه إنه لازم يرجع عشان البنت اللي
بيحبها واتجوزها، فأمه بتتفاجئ إنه اتجوز من وراها، فبيقول لها إنه هيجيب مراته هنا عشان يعمل لها مفاجأة. بالعودة لبيمة بياخد البنت وأخوها عشان يخبيهم عند راجل، وبيأكد عليه إن مفيش مخلوق لازم يعرف هويتهم الحقيقية. بيمة بياخد الخلخال بتاع البنت والسلسلة بتاعت آريا عشان يخبي هويتهم ومحدش يعرفهم، وبيطلب منها تقعد مع الراجل ده لأنه كان خادم قديم لعيلتها لحد ما هو يروح المملكة. بالعودة لأسوكا بيقابل أخوه وبيتعامل معاه عادي جدا كأن مفيش حاجة، وكمان بيعتذر لأبوه الملك، فالملك بيأمره ياخد الجيش ويطلع على مدينة أوجين عشان يوقف التمرد اللي هناك. أسوكا بيبقى خايف يفتح سيرة جوازه قدام أبوه، فبيوافق على قيادة الجيش فورا، بس وراهم بيطلب من المساعد بتاعه ياخد الجيش ويطلع هو على هناك، وهو هيحصلهم على أوجين بنفسه. في نفس الوقت بيمة بيوصل لملك كالينجا وبيقول لرئيس الوزراء إن الأمير والأميرة في أمان، بس عايز يعرف مين اللي عايز يقتلهم. رئيس الوزراء بيمثل عليه ويقول له هاتهم، وبياخد معاه راجل ويتحركوا، وفي الطريق رجالة رئيس الوزراء الخاين بيغدروا ببيمة ويهاجموه. وبعد ما عرفوا طريق المخبأ في راجل بيدخل عشان يقتل الأمير الصغير، بس كرواكي بتلحقه وتقضي عليه وتستخبى هي وأخوها. بنت الراجل اللي كانوا مستخبيين عنده بتقرر تضحي بنفسها وبابنها عشان تحمي الأميرة، فبتخرج للرجالة وهي لابسة الخلخال والسلسلة، فالكلاب بيفكروها الأميرة ويقضوا عليها هي وابنها. تاني يوم الصبح أسوكا بيوصل ومصعد بيسأل بيمة عن مراته، فبيمة بيبصله بحزن ويقول له إنها ماتت وبيديله الخلخال بتاعها. بطلنا بيتصدم صدمة عمره ويقعد يعيط بحرقة وبيفكر ينهي حياته من كتر الوجع، بس بيتراجع عشان يروح يكمل مخانقته مع الشخص اللي كان موعده، وهناك بيسيب نفسه يتضرب من غير ما يدافع عن نفسه. وفجأة أمه بتوصل وتلحقه وتمنعه. أمه بتقول له لازم نرجع المملكة فورا لأن أبوك الملك بيموت، وفعلا بيرجعوا والموت بياخد أبوه. المفروض إن سوسيما هو اللي يمسك العرش، بس لو أسوكا خلف ولد هيبقى هو الوريث الشرعي، وعشان كده سوسيما بيبدأ يخطط إزاي يخلص من الجنين اللي في بطن مراته. وبنشوف كاهن خاين بيدخل ويقضي على الحراس اللي واقفين قدام أوضة أم أسوكا. الأم بتخرج عشان تشوف في إيه بره، فالكاهن بيغدر بيها ويطعنها بالسكينة. أسوكا بيشوف أمه سايحة في دمها وماتت، فبيتدمر تماما ويولع الغل في قلبه ويحلف إنه هيدمر كل حاجة، وبيروح فورا يسحب سيف جده الملعون، وأول ما بيمسكه بيتحول لوحش غاشم وما بيرحمش حد. مراته بتحاول توقفه بكل الطرق، بس هو خلاص عماه الغل والانتقام. بيدخل أوضة سوسيما عشان يقتله، فسوسيما بيرمي سلاحه في الأرض ويتحداه إنه يقتله لأنه عايز التاريخ يسجل إن أسوكا موت أخوه عشان الكرسي. بطلنا ما بيقدرش يعملها وبيلف وشه ويمشي، بس سوسيما بيغدر بيه ويحاول يضربه في ظهره، وفجأة بيتدخل فيرات ويضرب سوسيما برمح ينهي حياته في الحال. بعد موت أخوه الكبير أسوكا بيتحول لشيطان وبيؤمر رجالته يقضوا على كل إخواته ما عدا واحد بس. الشر بيملأ قلبه وبيقتل أي حد يرفض يقوله على مكان أخوه الأخير، وجاب حق أمه من كل اللي شاركوا في موتها، وبدأ يكتسح المدن التانية في الحروب عشان يسيطر على الهند كلها ويضمها لحكمه، لحد ما أخوه الأخير هرب على مملكة كالينجا عشان يستخبى هناك. أسوكا جن جنونه وقرر ينتقم منهم كلهم، وأمر رجالته يحرقوا ويدمروا كل حاجة تقابلهم. الجيش بتاعه هاجم على قرية تابعة للمملكة وقضوا على كل اللي فيها. بيما وكورواكي شافوا المجزرة دي وبحر الدم وعرفوا إن أسوكا بقى طاغية. بيما قرر يروح بنفسه عشان يقضي على أسوكا، ودخل القصر بتاعه متسلل، وأول ما لمحه وهو بياخد دش اتصدم صدمة عمره لما عرف إن الطاغية ده يبقى هو نفسه بافان حبيب الأميرة. وفجأة هجم عليه حارس، فبيما قضى على الحارس وهرب، بس مات قبل ما يلحق يقول لكورواكي الحقيقة الصادمة دي. الأمير الصغير آريا بيحاول يروح يقتل أسوكا، بس بطلنا بيمسكه ويقضي عليه ببرود ويقول له سلم لي على أخوك في جهنم. في كالينجا الكل بيجمع إن الستات والأطفال كمان هينزلوا يحاربوا جيش أسوكا، وكورواكي بتقعد تتمرن على القتال بالأسلوب اللي بطلنا علمه لها، وهي مش عارفة إنها هتقف تحاربه هو شخصيا. فيرات بيروح لأسوكا ويقول له مش هسيبك تحارب، وبيقفل الطريق في وشه، فبينزلوا طحن في بعض وأسوكا بيهزمه، بس مش بيقضي على صاحبه وعشيرته، وبيخلي رجالته يكتفوه ويتحرك بالجيش عشان يدمر المملكة. رجالة بطلنا بيهجموا على جيش العدو قبل ما هو يوصل، وبيتوقعوا ان عددهم قليل، بس بيطلع فخ مرعب وبينزلوا فيهم تصفية. كورواكي كانت في وسط المعركة ونازلة طحن في اي حد تقابلها، ومساعد أسوكا بيهجم عليها بس هي بتمسكه وتقضي عليه. وفي اللحظة دي بيوصل أسوكا مع باقي الجيش، وبتبدأ مجزرة ملحمية
بحر دم. هو نازل فرم في الناس وهي كمان، لحد ما بتقرب منه وبتشوف وشه وتتصدم صدمة عمرها، ولسه رايحاله بيجي حد يضربها بحجر على دماغها وتقع في الأرض، وتفضل مراقبة أسوكا وهو بيقتل في الناس لحد ما يغمى عليها، وأسوكا بيكسب الحرب. بعد المعركة وهو قاعد بيستجم، أخوه الصغير بيجري عليه ويقول له إن مراته ولدت، فبيفرح جدا، بس أول ما بيعرف إنها بنت بيتحول لفرحة مكسورة ويقلب بغضب. بيبقى واقف وسط العساكر والأسرة، وفجأة بيلمح الحصان بتاعه بافان، وهنا بيفهم إن كورواكي لسه عايشة وكانت في الحرب دي. بيبدأ يدور عليها بلهفة وسط الناس وجثث القتلى، وهو شايف حجم الدمار المرعب اللي عمله والناس الأبرياء اللي ماتوا بسببه. بيلمح راجل بيموت من العطش ورايح يديله هيا، فالراجل بيرفض يشرب من إيده ويموت. وفجأة بيسمع صوت حصانة ويلتفت يلاقي كورواكي واقفة قدامه وبيبقى مذهول. بتقول له هي بتعيط إنها جاية تقتله، فبيقعد يعيط ويقول لها إن الحرب خلصت. بتقعد تبكي وتقول له ليه ما دورتش عليا. في اللحظة دي بيظهر الأمير الصغير أريا وهو واقف بالعافية ويقول إن أسوكا أخد أرضهم، فبطلنا بيبص للولد ويطمنه ويقول له محدش هيقرب من أرضك طول ما أنا عايش، وبيوعده إنه مش هيسيبه تاني. وفجأة الولد بيقع في الأرض وبيكتشفوا إن في 3 سهام مغروزين في ظهره. أسوكا بيشيله في حضنه وهو بيموت ويقعد يعيط بحرقة، وفهم إن غل وسيفه هم السبب في الدمار ده وموت الولد الغلبان. وبيقوم رامي سيف جده الملعون أبعد ما يمكن، وعارف إن السيف ده هو مصدر كل الشرور على الأرض. وبكده ينتهي الفيلم الملحمي بتاعنا. السيف الملعون لما بيمسك في إيد الغل بيحرق الأخضر واليابس، والانتقام أعمى ما بيفرقش بين حبيب وعدو. لو عاشت معاكم القصة الملحمية دي للملك أشوكا، اخبط أقوى لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من خلاصة سينما الأكشن والتاريخ أول بأول.